السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللايك القوي بقى والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. النهاردة هنتكلم عن واحد من عظماء الإسلام، ما كانش الأعظم، واحد هو الأعظم بعد الأنبياء وبعد الرسل. واحد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت أمر المسلمين إن هو الواحد ده يفضل الإمام المقدم دائما، وقال حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فدي منزلة أبو بكر. طيب، أبو بكر هو طبعا أعظم إنسان في الكون بعد الأنبياء والرسل، وهو أول واحد هيدخل الجنة بعد الأنبياء والرسل، وهو اللي حمل هم الدعوة وهم التوحيد بعد الأنبياء عشان ينور بيها مشارق الأرض ومغاربها. وابو بكر عشان حمل هم الدعوه من الاول وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام في كل خطواته وفي كل حاجه حصلت من بدء الاسلام لغايه دلوقتي، كان مع النبي عليه الصلاه والسلام، فهو اول واحد حمل هم الدعوه وحمل هم نشر الاسلام وانه يبعد عنه الفتن ويبعد عنه المنافقين بعد الانبياء والرسل او بعد سيدنا محمد. فنقول ان هو اول واحد حمل هم الدعوه بعد الانبياء والرسل. طيب، سيدنا ابو بكر كان صديق للنبي عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام وبعد الاسلام، في نفس الوقت هو الوحيد اللي ربنا اختاره سبحانه وتعالى، ربنا اختاره ان هو يصاحب النبي في الهجره، وهو كمان اول اعظم خمسه نزلوا على الارض، يعني اعظم خمسه نزلوا على الارض هو اولهم، وهو اول واحد امن برساله سيدنا محمد، وهو اللي حمل هم الدعوه مع النبي عليه الصلاه والسلام من ساعه ما اسلم لغايه وفاته، وهو ابو السيده عائشه، وهو اول خليفه للمسلمين بعد النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، عظمه سيدنا ابو بكر ما جاتش من او ما جاتش مره واحده. عظمه سيدنا ابو بكر كانت موجوده، يمكن ظهرت ونورت بعد الاسلام، لكن هي كانت موجوده. ابو بكر كان من العشره اللي هم ماسكين امور او بيملكوا امور مكه، كان مختص بالكفالات والديات. ما كانش في حد يقدر يستدين في مكه الا اما يطلب كفاله ابو بكر. وعشان عظمه سيدنا ابو بكر وارتفاع وعلو منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى والحاجات الكتير اللي عملها، فاحنا مش هنقدر طبعا نقول كل الحاجات اللي تبين عظمته او تبين فضله. احنا هنقول حاجتين بس فاضلين ليه. الفضلين دول لو احنا حطيناهم كده او هو ما عملش غيرهم هيبقى على قمة عظماء الاسلام او قمة عظماء الدنيا. طب ايه الفضلين دول؟ الفضل الاول بتاع سيدنا ابو بكر هو فضل عليك وعليا وعلى سائر المسلمين وعلى سائر الجنس البشري كله. طيب، سيدنا ابو بكر عمل حائط منيع او سد منيع ضد انحدار الجنس البشري في الظلام والتخلف والجهل. ازاي الكلام ده؟ طبعا لما حصل ان الانبياء خلصوا الرسالات بتاعتهم او وقف الوحي السماوي اللي كان ربنا بعته لي الدنيا او بعته لي الناس، كان ربنا سبحانه وتعالى بعث كل نبي او كل رسول عشان يخلي الناس اللي هو رايح لهم يعبدوا ربنا ويوحدوه. وطبعا مع انتهاء الوحي السماوي ده ومع موت كل نبي كان بيحصل حاجة. ايه هي الحاجة؟ ان كان في ناس بتحرف الرسالات بتاعت الانبياء وتضيع الكتابات دي وتبتدي يكفر من يكفر ويأمن من يآمن. وحتى ساعة ما كانوا الانبياء موجودين وبيأمن من آمن ويكفر من يكفر، بعد وفاة الانبياء دول كان بيحصل ان هم بينقلبوا بقى وطبعا يبتدوا يحرفوا زي ما قلنا ويكفروا الكلام ده كله. ومفيش نبي جه الا لما
حصل معاه الكلام ده. سيدنا ابراهيم العرب كلهم بعد وفاته معظمهم كفر، ومعظمهم خد الاصنام وابتدوا يعبدوها التقرب لربنا يعني. النصارى عبدوا سيدنا عيسى بعد ما ربنا رفعه. بني اسرائيل عبدوا العجل بعد 40 يوم بس من غياب سيدنا موسى. 40 يوم بس عبدوا عجل. حتى سيدنا نوح كان ايامه الست ممكن تروح للاولياء او للناس الاموات يعني عشان يرزقوهم، اعتقاد منهم ان هم هيرزقوهم بالذريه دون ربنا، يعني دول هيرزقوا لكن ربنا لا، استغفر الله العظيم يعني. كمان ان الراجل اللي مهموم او عنده كآبه او الكلام ده كان بيروح المقابر ويطوف حوالين المقابر عند الاموات. وطبعا لما جت الفترة اللي حصل فيها ان سيدنا محمد توفى وكانت الرسالة بتاعته اخر الرسالات وكده انتهى الوحي السماوي وانقطعت الرسالات السماوية، فاصبح الاسلام عامة ورسالة الاسلام مهددة بالضياع، وده كان لو حصل ضياع او تحريف فيه كان هيهدد ويدمر المستقبل البشري كله. ربنا سبحانه وتعالى بعت اللي يحمي الاسلام ورساله الاسلام من ان يحصل فيها تحريف او ضياع وان يحصل تهديد او دمار للمستقبل البشري. بعت مين؟ بعت سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر طبعا كان قدامه مشكله ان كل الانبياء اللي توفوا والرسل حصل بعدهم فتنه فانقلبوا على الدين وبعدوا عن الدين. وطبعا الكلام ده كان ممكن يحصل ايام سيدنا محمد، ايام وفاه سيدنا محمد، وخصوصا ان كان في منافقين كتير ممكن يفتنوا الناس ازاي ان محمد يموت مع ان الرب بتاعه موجود اللي هو ربنا، وان هو عارف قيمة سيدنا محمد عنده. فجه سيدنا ابو بكر عمل خطبة وقال فيها حاجة جميلة جدا: من كان يعبد محمد أو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبكده هو حط إن فكرة إن وجود ربنا موجود، وجود سيدنا محمد كروح موجودة معنا، بس وفاة سيدنا محمد كجسد مش معناها إن أنت تنقلب على كده، ولا معناها إن أنت دين ربنا وربنا هيتأثر لما سيدنا محمد يتوفى. فده كان الأهمية والسد المنيع اللي عمله سيدنا أبو بكر قدام طبعا المنافقين وقدام فتنة وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده أول فضل. طيب نيجي بقى لتاني فضل. تاني فضل طبعا حصل مع انتصار سيدنا أبو بكر على الفرس والروم، وهم في الوقت ده كانوا أكبر إمبراطوريتين موجودين، أكبر وأعظم إمبراطوريتين موجودين. حصل إن حرب وإحنا انتصرنا فيها، ودي كان الفضل الثاني بتاع سيدنا ابو بكر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته طبعا حاول ان هو ينشر الرساله بتاعته وينشر الاسلام على قدر مستطاع بطرق سلميه على جميع ملوك الارض وسائر البلدان. وطبعا حصل ان طبعا في الوقت ده الملوك والامراء والمختصين بالبلاد دول شافوا تناقض بين الاسلام واللي هو عايزه من توحيد وعباده لربنا، وان انت تبطل تستعبد الناس اللي عندك، ولقوا ان في تناقض كبير، والتناقض ده هيأثر على ظلمهم للناس دي وعلى اللي هم بيعملوه مع الناس دي. فطبعا رفضوا الرسالات دي خالص، قطعوا الرسل، قطعوا الرسالات، قتلوا الرسل، حجبوا الشعوب الضعيفه وحجبوا الشعوب عن الاسلام وعن رساله الاسلام. وطبعا ده كانت مشكله كبيره. كسرى اللي هو كسرى الفرس اللي هو ملك الفرس يعني مزق الرساله بتاعت سيدنا محمد، وبعت كمان عامل بتاعه او حد تبعه يعني في اليمن ان هو يحاول يقبض على او يعني ياخد النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا امبراطور الروم برضو عمل نفس الكلام، حارب الاسلام حرب جامده جدا مع انه كان متاكد من صدق الرساله بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام وصدق النبوه، بس حارب. جه سيدنا ابو بكر بقى وعمل حاجه جامده جدا، ان هو وقف قدام ده كله، وقف قدام ده كله بطريقه منعت النفاق ومنعت المنافقين ان هم يهزوا الدوله الاسلاميه.
طيب عمل ايه بقى؟ هو ببساطه جامده جدا هو طبعا حارب ده وحارب ده. طيب عمل الكلام ده ازاي مع ان كان في الوقت ده ولغايه دلوقتي قاعده عسكريه بتقول ان انت ما تفتحش جبهتين على نفسك في نفس الوقت، يعني ما تحاربش حربين على في نفس الوقت وانت بجيش واحد. والقاعده العسكريه دي لسه موجوده لغايه دلوقتي وبتدرس طبعا في الكليات العسكريه. ومثال ليها نابليون بونابرت لما جه يفتح جبهه مع طبعا روسيا القيصريه طبعا اتهزم. وهتلر لما جه يفتح جبهه مع دوله تانية شرقيه برضو. طيب ده نابليون وده هتلر. طيب ابو بكر الصديق بقى عمل حاجه مختلفه جدا ويعتبر اول واحد في التاريخ يعملها، انه حارب اقوى واعظم امبراطوريتين موجودين في الوقت ده، الفرس والروم. وده بعد ما طبعا رفضوا ان هم يدخلوا الرسل وقتلوا الرسل وقطعوا الرسالات ومنعوا الشعوب انها تشوف الدين الاسلامي او تتعلم الدين الاسلامي. فبعت جيشين، جيش لكسرى الفرس كان على راس الجيش ده يعني القائد الأسطورة خالد بن الوليد، وبعت على طبعا الجيش اللي رايح لإمبراطورية الروم أبي عبيدة عامر ابن الجراح. وطبعا بعتهم الاثنين وحصل انتصار جامد. ومجرد ما اتعرف ان الإسلام أو المسلمين بيحاربوا أكبر دولتين وأعظم إمبراطوريتين في الوقت ده، طبعا بقى الإسلام من أقوى وأعظم الأمم وأقوى الشعوب وأعظم الشعوب. فدول الفضلين بتوع سيدنا ابو بكر على الاسلام. ولو حطينا الفضلين دول بس هنلاقي ان هو عمل كتير قوي، على الرغم ان احنا مش هنقدر نقول كل اللي هو عمله للاسلام، بس الفضلين دول لو حطيناهم هنلاقي ان هو عمل كتير قوي وان هو يعتبر من اعظم العظماء في الدنيا كلها وفي الاسلام كمان. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير. اللايك بقى القوي والشير والاشتراك في القناه وطبعا تفعيل الجرس. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.